لنا أن نلتقي بزميلنا الباحث. اسمك الكريم؟ محمد المخلص. أخ محمد، أهلا وسهلا بك. وبهذه المناسبة نقول لك كل عام وأنت طيب وعيدك مبارك عليك وعلى جميع أفراد أسرتك الكريمة. أولا أشكر قناة العقيق الفضائية التي تهتم بمثل هذه المواضيع، وأتمنى وأهنئ الشعب اليمني الكريم بعيد الفطر المبارك، كما أهنئ جميع الأهل والأصحاب في عموم محافظة الجمهورية اليمنية بعيد الفطر المبارك. وأتمنى أن يأتي عيد الفطر المبارك آخر وآخر، وبلدنا في خير وعافية، وظروف البلد قد تحسنت إلى ما هو أحسن، وبالذات في الأوضاع السياسية. أخ محمد، بهذه المناسبة الدينية العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا جميعا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعود مثل هذا العيد أياما عديدة وأزمنة مديدة على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة، وعلى شعبنا اليمني العظيم بالتقدم والسعدد والازدهار. أخي محمد، ماذا تحب أو ماذا تعبر عن انطباعك وبهجتك بهذا اليوم وأنت بين زملائك من الباحثين اليمنيين في القاهرة ومدينة الإسماعيلية وشاطئ قناة السويس؟ فيا ريت تعطينا يعني نبذة مختصرة عن انطباعك يعني بهذه المناسبة وأنت بين أخوانك من الباحثين وأفراد الجالية اليمنية الذي توافدوا إلى هذا المصيف الساحلي لقضاء هذا اليوم السعيد. أحيي الأخوة الذين قاموا بتنظيم هذه الرحلة إلى هنا، وأتمنى أن يكون هناك الكثير من هذه الرحلات وهذه البرامج الترفيهية للجالية اليمنية، والتي تسمح بتواصل الأخوة هنا في جمهورية مصر العربية من اليمنيين المتواجدين سواء للدراسة أو للعلاج أو للسياحة. فمثل هذه البرامج أتمنى أن تكون أكثر في أكثر من موقف وأكثر من مناسبة لتسمح بالتواصل مع الأخوة، وكذلك أيضا يمكن أن تكون مناسبة جيدة لكي يتواصل اليمنيون في حل مشاكلهم مع بعضهم، ومزيد من الألفة أيضا في الغربة. أخ محمد، بهذه المناسبة هل تحب أن تضيف كلمة أخيرة أو رسالة إلى المسؤولين على الطلاب وعلى الجالية اليمنية عموما في الداخل مثل الوزارات المختصة، وخاصة يعني فيما يخص مواضيع الباحثين، فيما يخص يعني خاصة مواضيع المسائل المالية والرسوم والمستحقات أو أي تعقيدات ومشاكل تواجه الباحثين اليمنيين، وتتمنى أن تصل رسالتك هذه إلى المسؤولين في الداخل؟ والله أتمنى من المسؤولين سواء في المالية أو في التعليم العالي أو كل من له علاقة بما يخص الطلاب اليمنيين المتوافدين، فالطلاب هنا يعانون من الكثير من المشاكل المالية والمشاكل الاجتماعية، في مشاكل الدراسة، في مشاكل وبالذات الجالية اليمنية. فلو نظرنا إلى أقل يعني من حيث مثلا المستحقات المالية، الطالب اليمني أقل طالب بين الوافدين في الوطن العربي يأخذ مرتب شهري مقارنة بطالب الصومال أو طالب السودان. كذلك طالب السودان أو الصومال دائما يعمل حساب إذا كان هناك أطفال أو كذا، لكن هنا دائما يكون الاعتماد الكلي على المنحة المقدمة، والتي مع غلاء الأوضاع والمعيشة والأسعار، وكذلك الطالب إذا كان معه عائلته ولديه طفل دائما يؤخذ منه الرسوم بشكل رسوم سياحية، يعني يا دوب المنحة تكفي على يمكن يصرفها فقط على لو عنده طفل أو طفلين في المدرسة. فالأوضاع صعبة جدا. أتمنى من المسؤولين والقائمين أن يشكلوا لجنة
وأن يجتمعوا بالطلاب وأن يضعوا وأن يشكلوا لجنة لدراسة مثل هذه المشاكل من أجل أن يكون الطالب فقط يتفرغ للدراسة بغض النظر عن بقية المشاكل التي تواجهه. أشكرك أخي محمد. هل من كلمة أخيرة أو تهنئة خاصة تود أن تبعثها سواء يعني لأحد في الداخل أو الخارج؟ في الأخير أشكر قناة الحقيقة التي أتاحت لي الفرصة في هذا الموقف اللي أنا أتكلم، وشكر جزيل للجميع القائمين في قناة الحقيقة، وكذلك أهني الشعب اليمني بمناسبة العيد الفطر المبارك، وكل عام والجميع بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله. وأنت كذلك وجميع أفراد أسرتك بألف خير وعافية. أشكرك أخي محمد على هذا اللقاء، كما أثني على كلام الأخ محمد فيما يخص بالمشاكل، خاصة المشاكل المالية التي تواجه الباحثين اليمنيين عموما في مصر، وأعتقد أنها تواجه جميع الباحثين اليمنيين في الخارج بشكل عام، من حيث قلة المستحقات المالية التي لا تكاد تغطي الحد الأدنى من التكاليف المعيشية. ونحن هنا في جمهورية مصر العربية على وجه التحديد نعاني الأمرين من غلاء المعيشة فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأسعار السكن والرسوم التي تفرض يعني بالجنيه المصري على الطلاب اليمنيين. كل ذلك يشكل، وأيضا الأوضاع الصحية التي ترهق كاهل الباحث اليمني، خصوصا أنه أغلب إذا لم يكن كل الباحثين اليمنيون يأتون بأسرهم، وذلك ما يشكل عبء إضافي معيشي واجتماعي وأسري ومالي كبير جدا عليهم. فهذا من أهم المشاكل والأعباء التي تواجه الباحث اليمني، حيث أنه لا يتمكن من تسخير كل الوقت من أجل البحث العلمي وإجادة التخصص الذي أوفد لدراسته، وإنما يكون هناك جزء كبير جدا للأسف الشديد مقتطع يعني من وقته لتدبير أموره المعيشية وللمعاناة بسبب المعاناة التي يلاقيها. فنرجو من المسؤولين يعني في الداخل في كل الجهات ذات الاختصاص أن ينظروا إلى هذه المسألة بعين الاعتبار، وذلك لما يعود بفائدة على الوطن بإذن الله تعالى. شكرا للأخ محمد مرة ثانية، وإن شاء الله لنا لقاء آخر مع عدد من الزملاء في هذا اليوم المتواصل معكم.